مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهاردة من خلال عرض أول هيكون معانا فيلم وثائقي بعنوان رحلة صعود. بيتكلم عن دير من أهم وأقدم الأديرة في مصر وفي العالم، من أهم المعالم السياحية سواء من ناحية التراث أو كمان من الناحية الدينية، وهو دير سانت كاترين. المكان الرائع ده بجماله بطبيعته الخلابة. كمان هنتكلم عن جبل موسى وقبيلة جبلية اللي هي مسؤولة هناك في المنطقة ديت. الحقيقة المنطقة دي كلها يعني اللي هي دير سانت كاترين أو جبل موسى كمان بيقع في جنوب سيناء. هنعرف أكتر ونعرف ليه اختيار هذا المكان الأثري التراثي الجميل من خلال النهارده لقائنا وفيلمنا النهارده رحلة صعود، وضيفتنا نوران أحمد. أهلا بيك يا نوران. اهلا بيك. اختيار الجمال اللي احنا شايفينه ده، المنظر الجميل والطبيعة الخلابة دي، ليه اخترتوا المكان جنوب سيناء وبالتحديد دير سانت كاترين؟ كنا عايزين نعمل فيلم عن جبل سانت كاترين، فعملنا ريسيرش. بعدين بعد ما عملنا الريسيرش اكتشفنا ان الجبل الناس بتروح تطلعه ده مش جبل سانت كاترين، لا ده جبل موسى. في فرق. يعني انتوا طلعتوا افتكرتوا ان هو لا احنا قبل ما نطلع احنا عملنا ريسيرش آه. ففهمنا انه لا ده جبل سانت كاترين ده حاجة وجبل موسى ده حاجة تانية، وجبل سانت كاترين ده يعني صعب طلوعه ومحتاج تصاريح وليه اجراءات معينة. فقلنا خلاص احنا هنطلع جبل موسى، بس واحنا بنطلع جبل موسى عايزين نحكي او يكون في فقرات اثناء طلوع جبل موسى عن اهم المعالم الموجوده في سانت كاترين. فطبعا اهم معلم هو دير سانت كاترين، وفي برضو جوه الدير في الشجره المعلقه، في جوه يعني اثار كتيره اثار جدا. كتير بالظبط هنتكلم عنها. وفي برضو فلقيتوا المكان اللوكيشن ده حلو قوي ان انتوا تعملوا عليه بالظبط. فيلم وثائقي. طبيعه المكان هناك مختلفه عن اي مكان، برضو يعني مختلف عن القاهره، بعيد تماما كل البعد واغلب المنطقه هناك جبال، فالفيجوالز هناك حلوه جدا وهيطلع منها صور حلوه وبرضو مش معروف عنها كتير، برضو يعني مش كل الناس عارفه طبيعه طلوع جبل موسى ده عامل ازاي او الناس بتطلعه ازاي. فقلنا كل اللي احنا عارفين ان هو موضوع صعب قوي طلوعه، بالظبط واللي يطلع يبقى بالظبط. عمل انجاز. لكن هو وطلعوا بيطلع في قد ايه؟ تقريبا هو 3 ساعات صح يا نوران؟ لا اكتر، هو على حسب. هو آه. 7 كيلو توتال تقريبا. في ناس ممكن تطلعوا في مينيمم اقل حاجه ممكن تطلعي في 4 ساعات، وفي ناس بقى ممكن تاخد وقت اكتر من كده. يعني احنا طلعنا من الساعه 11 بنوصل فوق على الساعه 6. انتوا رحتوا الاول عينتوا المكان اللوكيشن؟ احنا طلعنا الجبل مره معينه بس. مره معينه 4 ساعات تطلعوا معينه بالظبط. شوف ده اللي عايز يشتغل بجد، شايفه بقى. لا واحنا في نص الجبل ادركنا انه ايه ده، لا صعب مش هينفع. ومع ذلك رحنا بعد كده برضه عادي. قولي لي بقى، طب انتوا طلعتوا لقيتوا يعني الجمال اللي هناك وقلتوا صعب ان احنا نكمل، لكن كملتوا. كملنا. ايه اللي لقيتوه حلو قوي وقلتوا لا ده احنا هنكمل؟ لما بتوصلي فوق طبعا يعني قولي لي كده. يعني طبعا انت في النص لما بتبصي ورا تشوفي انت طلعتي قد ايه. احنا بنطلع بالليل ده اصلا يعني رعب لوحده، بتطلعي انت مش شايفه حاجه، الدنيا كحل. والطريق مش مؤهل قوي ان احنا نمشي عليه. برضو بتيجي في مرحله معينه انت بتطلعي سلالم انت على الحف، يعني انت لو وقعتي يعني احتمال نطلع واحتمال ننزل يعني برضه. بس بعد ما بتوصلي فوق وتشوفي بقى المنظر من فوق وفكره ان ازاي قدرنا نطلع كل ده، هي دي بقى اللي حسينا لا تستاهل ان احنا فعلا وكمان ان انت توثقي ده. يعني هو مش بس الصعب ان انت تطلعي الجبل، هو صعب ان انت تطلعي الجبل ومعاكي معدات ومحتاجه ان انت معاكي ستوري بورد هتمشي عليها وتطبقي كل ده وانت اصلا مش قادره تتنفسي. انتوا بنات؟ احنا 5 بنات. 5 بنات. 5 بنات ورايحين المكان ده لوحدكم؟ قولي لي الدنيا ايه يعني. او احنا بس استعنا باخو واحده فينا عشان طبعا برضو اهالينا كانوا رافضين تماما الفكره، محدش شجعنا خالص. بس بعد كده لما حسوا ان لا احنا مصرين او ان احنا ممكن فعلا يطلع حاجه كويسه فوافقوا. بس طبعا كان معانا بس حد اخو واحده فينا، كان نوع من انواع ان احنا برضو 5 بنات لوحدنا مسافرين يعني لوحدنا تماما. فكان معانا بس ولد يعني. لكن كتصوير واحنا الكرو كله بنات، احنا 5 بنات. واقامتوا هناك؟ نمتوا هناك في خيم بقى ولا ايه؟ في مره رحنا صد رد. دي المعاينه. صد رد هناك؟ لا بس رحنا من دهب، ومن دهب رحنا صد رد. لان ما كناش لسه نعرف ممكن نقيم فين في سانت كاترين. بعد المعاينه بقى عملنا ريسيرش وشوفنا ممكن نقعد فين، ووقت التصوير نفسه قعدنا 3 ايام تقريبا. وقت التصوير. جميل جدا. اول ما قررتوا ان انتوا تعملوا عن دير سانت كاترين، اكيد كان عندكم رؤيه كده او معالجه احنا عايزين نتكلم عنها من اي ناحيه بالظبط. زي ما انا قلت مثلا ناحيه تراث ولا ناحيه دينيه
ولا انتوا عايزين تقولوا ايه، ولا الاثار اللي فيها؟ قولي لي المعالجه اللي انتوا مشيتوها وعايزين تظهروا لنا ايه منها. هي المعالجة الأساسية كانت البطل بالنسبة لنا هو الجبل، جبل مم. موسى وطلوع جبل موسى. بس في نفس الوقت هو سانت كاترين هي مش جبل موسى بس، هو برضو في هناك قبيلة الجبلية هم المسؤولين عن أي حاجة هناك. هم أصلا أي تور جايد هناك، أي حد، هو أغلب اللي بيطلعوا الجبل سياح. مم. مش مصريين كتير بتروح. اي تور جايد انت ما 4 ينفعش ساعات طلوع يعني بالظبط. هم بيعملوها كمان كنوع من انواع طقوس دينيه عندهم يعني. مم. فما ينفعش تطلعي جبل موسى غير لما يبقى معاكي تور جايد. فاي تور جايد من الموجودين هناك هو من قبيله الجبليه، مش ما فيش حد غير قبيله الجبليه هناك ينفع يطلع معاكي غير من القبيله بتاعتهم. مم. وكمان هم اللي بيحموا دير سانت كاترين. فحسينا لا يعني احنا عايزين بقى ايه نتكلم طبيعه عن القبيله الجبليه بقى؟ يعني هو كلمينا سينا عنها. فيها قبائل كتير. مم. في كذا قبيلة وهم من إحدى القبائل يعني. حتى من الحاجات برضو اللي عرفناها إن كل قبيلة في سينا أو كل قبيلة في مصر عامة ليها كود معين. فقبيلة الجبلية مثلا ليها كود اي 11. احنا ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده يعني. أنا لما مم. جيت أعمل قالوها سيرش كده ايه 11؟ قالوا في الفيلم. جيت أعمل سيرش لقيت مالوش أثر على جوجل الموضوع ده. فهم بينهم وبين بعض قبائل، كل قبيلة ليها كود. مثلا برضو في قبيلة في دهب اسمها قبيلة المزينة تقريبا، برضو دي ليهم ايه كود. يعني؟ ايه الكود ده؟ هم بيستخدموه بينهم في ايه؟ وبين بعضيهم القبيلة غير اسمها اه ليها كود. يعني هم بينهم وبين بعض يعني في اقول القبائل. 11 ده يحصل ايه لي ايه 11 انت مثلا؟ على طول تعرفي ان ده تبع قبيلة كذا. اه و يعني انتوا لو تايهين تقولوا احنا تبع 11. مثلا مم. فدي حاجات ما كناش نعرف عنها حاجة، ولا نعرف طبيعة اصلا حياة القبائل عاملة ازاي. فده طبعا كنا عايزين برضو نبرزه ونوثقه اكتر في الفيلم. مم. بس فقلنا لا احنا هنخلي البطل هو سانت كاترين جبل موسى بس. واحنا بنطلع الجبل هيبقى في عدد تصاعدي ومن يعني حاجه شويه تشويقيه. ان في الاول برضو انت مش فاهمه قابلكم احنا فين. كويس بقى القبيلات الجبليه؟ طبعا لا يعني هم صراحه مرحبين لا بوجودكم؟ مضيافين كانوا جدا بيقولوا لكم اي حاجه انتوا عايزينها، اي لا معلومات؟ هم يعني لا مضيافين جدا. والتور جايد البطل الفيلم سعيد يعني لما شرحنا له فكره الفيلم رحب جدا بالفكره. لا هم ناس مضيافه جدا. جميل. هعرف بقى منك الجمال اللي هناك، لان الحقيقه جمال، يعني انا رحت مره لكن جمال غير طبيعي. تحسي ان انت في حته تانية فعلا. خالص، مع المناظر الجميله الطبيعيه جدا. بتحسي انك رحتي في مكان تاني. بس محتاجين بقى مشاهدينا كده نطلع لجزء من رحله الصعود ونرجع على طول نستكمل. خليكم معانا. فاضل 400 ان شاء الله. اسمي سعد حسن سليمان من قبيلة الجبلية في سانت كاترين هنا. شغال دليل بدوي. قبيلة الجبلية ليه اللي هي شغالة في المكان ده، اللي هي بتحمي الدير ده من زمان. فدي القبيلة الوحيدة اللي في مصر عامة أو في سينا اللي هي تقدر تشتغل في الدير أو في الجبل أو في المدينة. عدد الأفراد بتاعها مش كتير برضه، ممكن ما يعدوش ال 30,000. قبيلة الجبلية دي قاعدة في كاترين. المكان هنا بيشتغل في السياحة، لأن هو أيام الحرب زمان ما فيش حد كان بيحمي الدير. فالبدو اللي هنا، البدو اللي زمان الناس الكبيرة زمان هي اللي حمت الدير. في بقى كتب الكلام ده وفي شرط ومعروف ده حتى في اليونسكو هناك أن قبيلة واحدة هي اللي بتحمي الدير وماسكة الدير وشغالة فيه، قبيلة الجبلية. طريق كله إن شاء الله 7 كيلو، 6 كيلو مشي، كيلو سلالم، 750 سلمة. يعني الدير جواه البيت بتاع سيدنا موسى، وفي الكنيسة، وفي الشجرة المعلقة، في متحف برضو ومكتبة. المكتبة يعني معروفة من قديم الزمان. دي في ناس كانت بترسم لوح وبتكتب حاجات معينة، رموز. Many people wonder why would an American leave America to come to Egypt? Because many Egyptians want to leave Egypt and go to America. And I've told them, America has money, but it doesn't have the history that Egypt has, and it doesn't have the holy places that Egypt has. Over the centuries, a remarkable library has built up, and today we have 3,300 manuscripts. We have about 10,000 early printed books. Sinai has always been predominantly Greek throughout its history. The greater number of manuscripts are in Greek,
but the next largest categories are Arabic, Syriac, Georgian, and Slavonic. الحاجات اللي فيها دي طبعا صعب ان حد يشوفها غير في المتحف، بس حاجة ايه، حاجة منها بس. المتحف عامة في أكتر من حوالي 60 كتاب، وفي لوح برضه للدير ولوح لمناطق معينة، بس الكتب دي بقالها أكتر من 100 سنة أو 120 سنة، فيها قصص الدير وقصص رسينا وبين الأديان والمسيح والمسلم. ممكن أي حد يدخل يتفرج عليها، بس ممنوع يصور. ورجعنا لكم تاني مع احدى صناع فيلم الوثائقي رحله صعود، نوران احمد. نوران كده قولي لي، رحله الصعود طبعا كانت رحله صعبه جدا، وخصوصا ان انتوا 5 بنات، كنت معاكم كاميرا كمان، مش كاميرتين. عملتوا ايه؟ طلعتوا بيها ازاي على في الجبل ده؟ هي دي كانت اصعب حاجه في الموضوع. ان احنا المعدات طبعا احنا عشان طلاب، فالمعدات اللي معانا يا دوب يعني على قدنا. ومثلا جايبين جيمبل عشان ناخد صوره ثابته. الجيمبل احنا اصلا مش متوازنين. الجيمبل ما عملش حاجه هو يعني ما، فده كان اصعب حاجه في شايلين الموضوع. ازاي وانتوا طالعين؟ ده انتوا هو يعني ده حمل اصلا بالظبط، يعني ده حمل لوحده. بالظبط. ده كان يعني صعب الموضوع علينا الدبل، ان انت مش قادره تطلعي، بس انت معاكي كمان معدات شايلاها ولازم تنوري يعني ده كان من اصعب الحاجات. وده اصلا اللي كان مخوفنا من قبل ما نطلع الجبل، ان احنا طب احنا البطاريه لو فصلت هو مفيش مصدر اضاءه فوق، فاحنا واخدين بطاريات بزياده احتياطي علشان يعني احنا طلوعنا صعب. يعني بالزبط. انا فاكره لما رحت كان الطلوع صعب جدا، فبالك بقى انا طالعه ومعايا كمان معاكي معدات وهتصوري في الموضوع، كاميرات وبطاريات والدنيا. بالظبط. وفعلا البطاريه واحنا خلاص نازلين كانت هتفصل فعلا، وتصرفنا يعني حاولنا ناخد شطات يعني ايه يعني على قد يعني بسرعه نلحق بسرعه نحل الموقف. قولي لي بقى المعالم الجميله اللي انتوا حاولتوا تبرزوها. يعني انتوا طبعا طلعتوا عشان تاخدوا بقى المنظر من فوق وجمال المنظر. اتكلمتوا عن في متحف جوه جوه الدير وفي مكتبه. كلمينا عن ايه المعالم الجميله اللي انتوا حاولتوا تصوروها هو في كتب جوه الدير برضو قديمه من ايام اليونان زمان، وفي علماء جوه الدير بيقعدوا يدرسوا الكتب دي ومكتوب فيها ايه. ولما بيكون في حاجه مميزه جدا او حاجه خلاص عملوا لها دراسه معينه او كده، بينقلوا بقى الكتب دي للمتحف. ففي حاجات كتير معروضه في المتحف دي قديمه جدا من من ايام اليونان، وحاجات قديمه جدا. فكنا برضو عايزين نوثقها ونوريها برضو للناس جوه الفيلم. في برضو الشجره المعلقه جوه الدير برضو. الشجره المعلقه دي اللي بنسمعها طبعا عارفينها كتير. مظبوط. بس وفي كنيسه برضو، في حاجات كتير جوه الدير كانت الفيجوالز بتاعتها حلوه جدا، وبرضو تاريخ وراها تاريخ كبير. فكنا عايزين نصور كل ده، يعني حاجات كلها قيمه لما هنضيفها، يعني حاجات موجوده في سانت كاترين لازم نحكي عنها جوه الفيلم. اصعب لقطه بقى وانتوا بتاخدوها وانتوا عاملين طالعين بالحاجات دي كلها كانت ايه؟ في لقطات كتير يعني. في فوق الجبل بقى لما بنوصل على القمه، هو احنا بنبقى خلاص انت وصلتي مش قادره تعملي حاجه، بس هي دي اللحظه يا دوبك هوصل اريح هصور ايه بقى. هي دي اللحظه اللي انت هتصوري بقى يعني. انت وصلتي فوق، فهو ده الصعب، ان انت وصلتي فوق بس انت مش. هو طبعا من الحاجات اللي بتزود الموضوع صعوبه الجو فوق تلج. يعني انا كنت بقلع الجلوفز عشان اصور، من كتر السقعه ايدي منمله مش عارفه اصلا اخد الصوره. فيمكن ده هو الصعب في الموضوع، ان انت المناخ والموضوع كله يعني صعب وانت لازم تصوري، فهو ده الصعب الموضوع. لكن الاجواء الصعبه فهي لقطات اللي فوق الجبل كلها هي دي اصعب لقطات. واحنا مثلا باخد شوت وانا نازله، بس السلالم اللي احنا هي مش سلالم، هي بتبقى صخور كده معينه. وانا واقفه برضو كذا مره نبقى هنتزحلق، كذا مره هنبقى هنقع، عشان انا مش مركزه مع الشوت، بس مش واخده بالي ان انا مش واقفه كويس، او انا واقفه مش متزنه. فلا في لقطات كتير. في ناس بتطلع بالجمل. في ناس تطلع بالجمل. لو طلعت بالجمل بقى يعني لا الجمل برضو صعب. هم بيفتكروا ان هو سهل، بس برضو طلوع بالجمل صعب برضو. قولي لي بقى يعني طبعا كنت مسؤوله عن ايه في الاخراج؟ الاخراج والتصوير انا وبنت زميلتي اسمها منى، والمونتاج انا مسؤوله عن المونتاج. كان اهم حاجه عايزين توروا لنا فيها، يعني انا شفت طبعا الترجمه عشان توروا بالظبط، وشفت السياح هناك. كان اكتر حاجه السياح اللي بيروحوا هناك من اي جنسيات؟ شفت كتير قوي اسيويين.
مش عارفه اشمعنى اسواني، بس هم السياح بيروحوا هناك طقوس دينيه اغلبها. فدي حاجه ليها علاقه بديانتهم، هم بيبقوا عايزين يجربوا نفس تجربه سيدنا موسى ويطلعوا الجبل. فاغلب السياح اللي بتروح هناك بتبقى رايحه حاجه عندهم طقوس دينيه يعني. هم عندهم حاجه كده عاده معينه، زي مثلا احنا لما بنروح نعمل عمره، هم بالنسبه لهم طلوع الجبل ده برضو حاجه شبه كده. بالظبط، هو من المعالم اللي في العالم، المعالم السياحيه اللي في العالم وهم كلها. ان هو بيعملوها فبياخدوا عليها ثواب يعني، حاجه زي كده يعني. تمام. وفي سياح بقى من جنسيات مختلفه بس بيبقوا طالعين عشان يشوفوا المنظر. وفي مصريين بس يعني هم كانوا اقل حاجه شفناها يعني. احنا شفنا سياح اكتر الصراحه، السياح كانوا كتير جدا بقى فوق يعني. بس المصريين بيطلعوا بقى اللي هو يعني ادفنتشر، يعني طالعين يشوفوا ايه الدنيا كده بس. قولي لما وصلت فوق بقى، المنظر اللي انت شفتيه من فوق، يعني انا طبعا ما وصلتش يعني، انا ما حاولت ما كملتش فوق، بس انت قولي لما وصلتوا بقى فوق كان ايه المنظر؟ هو اول حاجه بتيجي على بالك هو ازاي انا طلعت كل ده. يعني بتبصي بقى تحت النقطه اللي احنا كنا فيها واحنا تحت، ما بنستوعبش ازاي قدرنا نطلع كل ده. انت في النص انت خلاص اتعودتي ان انت بتطلعي، بس لما تيجي بقى تبصي من فوق المنظر بيبقى مخيف بس تحفه طبعا. انت والسحاب نفس الليفل بالظبط. فالمنظر من فوق طيب تحفة. نطلع كده الفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، ومعايا النهارده نوران، وبتكلمنا عن رحله الصعود لدير سانت كاترين. قولي لي بقى ايه اللي حصل، يعني ايه المواقف اللي انت شفتيها لما طلعتوا بقى، وخصوصا واحنا بنتكلم في الفاصل قلتي ده في ناس مقيمين هناك. قولي لي الموضوع. هو فوق الجبل في كل كام كيلو بيكون فيه استراحه. فبيبقى في حد برضو من قبيله الجبليه بيبقى هو في الاستراحه دي بيستقبلنا او كده، ويعني بيكون في مثلا لو عايز تشربي حاجه، لو عايز تاكلي حاجه. فاللي بيبقى في الاستراحه ده مش بيطلع الجبل وبينزل، لا هو بيعيش فوق. يعني بيفضل قاعد في الاستراحه، ممكن مثلا يقعد اسبوعين وبعد كده ينزل. فيلم بنستعرض فيه هو ازاي اوضته عامله ازاي طيب فوق الجبل، لان برضو الجو فوق ساقع، فده برضو من العواقب اللي بتواجههم، ان هم ازاي يقدروا ان هم يعيشوا في على الأجواء طول الصعبة دي. بالظبط، على طول عايشين في جو برد. وفكره انه مفيش كهرباء، مفيش مصدر ميه، فبيبقى برضو ليهم طبيعه مختلفه في انه ازاي يقدر يعيش عيشه يعني زي اللي قاعد تحت. حبيتوا برضو تورونا ازاي هم نوثق بيعيشوا ازاي قاعد فوق واوضته عامله ازاي، طب بياكل ازاي، طب كده. تمام. الضيوف اللي انتوا كنتوا معاكم الحقيقه جبتوا لنا ضيوف بيتكلموا عن، يعني 3 ضيوف انتوا استعنتوا بيهم. في البطل سعيد الجبالي، وفي مسؤول المكتبه في الدير، وفي سايح برضو عملنا معاه انترفيو سريع، وفي اللي هو اللي عايش فوق الجبل. كل ضيف كنتوا انتوا عايزين توصلوا جزئيه. سعيد الجبالي كنتوا عايزين تبينوا طبيعه المكان، قولي لي كده مثلا. هو التور جايد، هو اللي بيليد الفيلم، هو اللي بيورينا سانت كاترين وبنطلع معاه الجبل. وبيحكي لنا بقى عن كل حاجه في سانت كاترين، بيحكي عن الدير. بس لما دخلنا في الدير والمكتبه اكتر وحاجات، جبتوا رحنا جبنا المسؤول عن المكتبه. برضو اللي عملنا مع انترفيو السياح برضو كان عايزين نشوف السياح بيجوا هنا ليه. يعني طيب انتوا ليه اكتر حاجه لقيتي من السياح ان هم مغرمين بالمكان ده كان ليه؟ هو برضو لما بيوصلوا فوق الجبل يعني هو المكان كله طبيعته طبيعه الجبال. هما جبال كتير كمان، في كذا جبل، وفي جبل التجلي، في جبل سانت كاترين غير جبل موسى، في جبال كتير هناك. فهو طبيعه المكان مختلفه يعني. ما اعتقدش ان الاجانب هم شافوا حاجه زي كده يعني، ما فيش عندهم حاجات شبه كده. فغير ان هم بيجوا عشان طقوس دينيه، فهو برضو منظر مختلف هم ما شافوش قبل كده. وطبيعه المكان والعرب والبدو والقبيله برضو هم بيبقى بالنسبه لهم برضو دي حاجه مختلفه وحاجه جديده. طبعا. اكتر حاجه تعليق اتقال من السايح على المكان ده كان ايه اللي قاله؟ انه الموضوع متعب بس هو يستحق يعني. هو قال كده في الفيلم، قال انه ممكن يبقى الموضوع متعب جدا، بس لا هو فعلا يستحق التعب. بعد ما توصلي فوق فعلا ما بتندميش خالص ان انت طلعتي رحله شاقه زي دي. جميل جدا. في مرحله بقى المونتاج، وانت طبعا كنت مسؤوله عن المرحله دي. مظبوط. كنت حريصه تبيني لنا كل الاجزاء دي، يعني لما جبت لنا سعيد فانت عايزه تقولي لنا
المكتبه برضو الضيف الخاص بالمكتبه. انت عايزه تبيني ايه بقى من خلال الشطات اللي الكتيره اللي انتوا خدتوها؟ طبعا اخدتوا كم الشطات، كنت عايزه توضحي لنا كنت عايزه يعني اعرض سانت كاترين زي ما احنا فعلا شفناه هناك. يعني هو طبعا احنا اصلا كان من كتر ما في حاجات هناك حلوه صورناها، كان معانا فوتج تكفي ان احنا نعمل افلام منه تانية. يعني احنا ممكن نعمل 3 افلام كمان جنب. وكان الفيلم طويل، الفيلم كان يعني في الراف كات كان نص ساعه. اخدتوا المركز الاول في الكليه. اخدنا المركز الاول طبعا عشان كذا حاجه، طبعا الفكره نفسها والمكان والجمال والطبيعه. مظبوط. كان اي كومنتات اتقالت لكم؟ هو لا يعني، بس يمكن الكومنتات كان هو الفكره ان احنا بنطلع الجبل بالليل وبنوصل الشروق علشان تشوفي الشروق. فاحنا شفنا منظر الشمس وهي بتطلع من فوق بيبقى تحفه، بيبقى طبعا غير لما بتشوفيه تحت. فكان بس الكومنت اللي اخدناه ان احنا كان محتاج نعمل تايم لابس للشمس وهي بتطلع وان شوت. فده بس احنا ما قدرناش نعمله طبعا، لانه يعني بيبقى يعني بعد ما توصلي فوق بيبقى انت خلاص مش يعني كتر خيركم يعني. وفي حاجات كتير وفي شوطات كتير، وبعدين بنقسم بعض. يعني مثلا احنا كاميرتين، انا ومنى صاحبتي بكاميرا، فانا مثلا بقول لها انت صوري كذا كذا على ما انا اصور كذا كذا، لان احنا برضو معناش وقت، احنا عايزين في اللحظه دي والشمس في وضعها ده ناخد الشوط الفلاني. فبتبقى حاجات يعني ما عندناش قوي وقت ان احنا جميل جميل. اكيد طبعا عايزه تكملي في الاخراج، صح كده؟ مظبوط. بالتوفيق دايما يا نوران، ونشوفك تبقى ان شاء الله مخرجه كبيره كده بافلام كده قويه جدا. بشكر طبعا النهارده ضيفتي نوران احمد، مخرجه الفيلم اللي احنا معانا النهارده، فيلم رحله صعود. وان شاء الله نلتقي بكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده. ودايما مصر جميله بكل ما فيها. يعني النهارده القينا الضوء على مكان جميل جدا، دير سانت كاترين، جبل موسى بكل ما فيها. فالدعوه كده ان احنا نشوف بلدنا فعلا قد ايه حلوه. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.